ميزانيه خزين العروسه دي الحاجات اللي هتحطيها في ضرفه الخزين، ودول في الفريزر من فوق، ودول التلاجة من تحت. بس كده العروسه مش هتكون محتاجه اي حاجه تانية في الخزين بتاعها. التكلفه دي كلها هتكلفك. اهلا بيكم في قناه مامي دريم مكالمه. بنوته طلبت مني ميزانيه لخزين العروسه، بتجيب ايه للتلاجة وتجيب لها ايه عموما في الخزين، وفي نفس الوقت ما تكونش حاجات اوفر شويه. يلا بينا نسمي الله ونشوف الميزانيه مع بعض. اول حاجه هتجيبيها لها، هتجيبي 5 كيلو رز. الرز ب 26 جنيه، هتجيبي ال 5 كيلو ب 130 جنيه. هتجيبي لها 5 كيلو مكرونه، هتشكليها بقى وتجيبيهم اكياس النص، يعني هتجيبي 10 اكياس مكرونه من نص كيلو، تمام. وهتجيبي منهم شعريه ولسان عصفور، ال5 كيلو ب 100 جنيه، وتجيبيهم اكياس، ما تجيبيهمش سايبين. والرز برضو، الرز تجيبيه اكياس، ما تجيبيهوش سايب. نص كيلو عدس اصفر، هتجيبي نص كيلو عدس اصفر ربعين. وهتجيبي لها 2 كيلو دقيق، 2 كيلو دقيق. بصي هتقسمين صوص برضو، يعني يبقى ب50 جنيه، وده قسمين صوص بحيث ان انت ايه تبقي رصها لها كده شكلها حلو. بصي كل الحاجات اللي هتجيبيها دي، يعني البقوليات هتقسميها لها رباع، لكن الحاجات التانية دي هتقسميها لها على نصاص في اكياس كده. طبعا المكرونه انت هتجيبيها ايه متقسمه جاهزه، تمام. هتجيبي لها نص كيلو فاصوليا بيضه على ربعين، هتعمليهم ربعين، نص كيلو ب30. ونص كيلو لوبيا هيبقى ب30 جنيه برضو، ربعين يعني هيبقى ربع وربع، تمام. هتجيبي ربع عدس بجبه عشان لو عملت كشري مصري ولا حاجه. هتجيبي لها ب150 جنيه توابل. ازازتين خل، هي ازازه واحده كفايه، ولكن انت بترصي لها المطبخ، فعايزين حاجات تكون ايه يعني مليانه شويه كده في المطبخ بتاعها، وفي ضرفه الخزين تكون مليانه ما تبقاش فاضيه، تمام. فانت هتجيبي لها 2 خل ب20 جنيه. هتجيبي لها 4 ازايز زيت، زائد 3 اكياس سكر، زائد شاي بقى تجيبيه مثلا، تجيبي لها الشاي الصغير ده بحيث ان يبقى كذا باكو شاي كده مرصوصين، تمام. عايزه تجيبي لها اللي هو ربع برضو، تمام ماشي. هتجيبي شاي وتجيبي لها ايه، هتجيبي لها مثلا زبده او سمنه، زبده او سمنه عاديه، دولت هيكلفوكي 500 جنيه، تمام. طبعا العروسه لازم تكوني جايبه لها سمنه بلدي، العروسه لازم تجيبي لها سمنه بلدي. فانت هتجيبي لها 2 كيلو زبده جاموسي وتسيحيها لها في البيت، لان هي طبعا مش هتعرف تسيحها وهتحرقها، فعلى ايه خساره، انت اعمليها لها وحطيها في بطرمان كده وحطيها لها في التلاجة، تمام. 2 كيلو زبده الجاموسي دول ب 400 جنيه. ده كده اللي هتحطيهم لها في ضرفه الخزين. هتجيبي ايه تاني، هتجيبي بقى للفريزر، هنبتدي بالفريزر الاول بعدين ننزل على التلاجة، تمام. هتجيبي لها 3 فرخات، الفرخيه ب 150 جنيه، هتكون 2 كيلو هتبقى ب 450 جنيه. وهتجيبي لها كيلو بانيه، هيبقى طبقين ب 170 جنيه. وهتجيبي لها 2 كيلو لحمه، كيلو مفروم وكيلو سليم، والمفروم قسميه على رباع والسليم نصين، تمام. هيبقى ب 520 جنيه لحم. هتجيبي لها كيلو كبده ب 350 جنيه. هتجيبي لها كبده فراخ ب 90 جنيه، طبقين، الطبق بيكون نص كيلو. هتجيبي لها كيلو سجق ب 200 جنيه. السجق هتقسميه على كيسين، الكبده هيبقى طبقين. دي هتجيبي لها كيلو كبده هتبقى على كيسين برضو. اللحمه المفرومه هتبقى رباع، واللحمه السليمه هتبقى نص ونص. البانيه هيبقى على طبقين برضو. والفراخ دي بقى انت تحطيها لها في الفريزر كده بحيث ان الفريزر يكون مليان. الاكل اللي هتحطيه في الفريزر عايزه تحطيهم في اكياس، تمام. عايزه تجيبي العلب اللي هي بنشتريها دي بتكون رخيصه مش غاليه، شكل الفريزر بتاعها هيكون شيك، فانت تجيبي العلب دي وتحطيها لها، والفريزر هيبقى مليان. ال3 فرخات اصلا يعني هيملوا التلاجة اصلا من غير اي حاجه تاني كده. وما تجيبي ال3 فرخات كبار لو ما قطعتهمش ولا حاجه بيملوا التلاجة، تمام. ده كده الفريزر. هنا نسيت اقول لك تجيبي لها ربع ذره فشار، لان طبعا دول عرسان وهيبقوا عايزين يتسلوا بالليل قدام التلفزيون، ويبقى ايه تقوم تعمل فشار كده ولا حاجه، تمام. يبقى ده كده ضرفه الخزين، وده الفريزر من فوق. هتجيبي لها ايه بقى في التلاجة من تحت، هتجيبي لها طبق حلاوه، هتجيبي لها ازازتين لبن اللي هو اللتر ونص ده، هتجيبي لها 2 ازازه لبن، هتجيبي لها ازازتين لبن ب 80 جنيه، والحلاوه ب 20 جنيه. هتجيبي لها طبق جبنه رومي ب 30 جنيه، وطبق لانشون. طبعا كل ده الفطار بتاعهم بقى. واللبن انت مش هينفع تجيبي لبن وتغليه ولا بالاكياس بخير والكلام ده، لا هيبقى شكلها مش شيك. انت طبعا بتملي لها التلاجة، فعايزه حاجات تكون شيك كده وتبقى شكلها حلو، فهتضطري ان انت تجيبي لها 2 ازازه لبن كده كبار، ودولت هيكونوا موجودين في الاطباق بتاعتهم، ترصيهم لهم كده في التلاجة، هيبقى شكلهم حلو برده. اللانشون ب 25. هتجيبي لها علبه جبنه دومسي ب 30. هتجيبي لها تونه
التونه دي بقى على حسب هتجيبيها لها قد ايه. انا هحط لك 100 جنيه للتونه، عشان لو جبتيها القطع هتجيب لك حوالي علبتين او 3. طيب لو جبتيها مفتته هتجيب لك 4 علب تونه، ترصيهم لها في باب التلاجة كده، يبقى شكلهم حلو وشيك، وفي نفس الوقت تبقى ايه اكله سريعه كده تعملها. تمام. هتجيبي لها 2 علبه فول، علب فول جاهزه ب 30 جنيه. وهتجيبي لها عصاير بقى، طبعا هي عروسه وبندلعها، هتعملي للعصاير 200 جنيه دي تجيبي لها ب 200 جنيه عصاير بقى، نوعيها زي ما انت عايزه. هتجيبي لها مربى، احط لك 50 جنيه للمربى، وانت نوعي بقى زي ما انت عايزه. تمام. دي كده هتبقى التلاجة من تحت ايه في الاجبان والحاجات دي اللي هو الفطار والعشاء. تمام. هنجيب ايه تاني؟ التلاجة من تحت مش هتاخد دول بس، لا بصي، هتجيبي لها كيلو خيار. انت بقى ايه هتجيبي لها العلب والمنظمات التلاجة دي، تحطي فيها الخضار او الفاكهه وترصيهم في التلاجة، هيبقى شكل التلاجة حلو ومنظمه، وفي نفس الوقت هتكون مليانه. طبعا انت اول رف هتمليه بالجبن دي، واول رف من باب التلاجة، والعصاير هتملي لك باقي باب التلاجة مع ايه ازاز الميه. اول رف هتحطي فيه الجبن مع ازازه الميه والعصير والتونه. بصي المعلبات عموما مع البيض هتحطيها في باب التلاجة، فدي هتملي لك باب التلاجة ايه، طبعا العصاير وازازه اللبن، وهتحطي ميه طبعا مع كده هيشربوا ميه يعني، فهتلاقي ايه باب التلاجة اتملى معاكي. واول رف تحطي فيه ايه الجبن دي. تحت بقى هتجيبي كيلو خيار ب 15 جنيه، هتجيبي لها 3 كيلو طماطم. الخضار ده تعمليه ازاي؟ تغسليه كويس جدا عشان يبقى شكله حلو بقى، تغسليه كويس وتنشفيه، تفرشي كده فوطه على الرخامه وترصي الخضار عليها، وهي دوبك بس ساعتين هتلاقي الميه نشفت خالص، تقومي واخديه حطاه في المنظمات بتاعه التلاجة وترصيهم ايه في الارض. تمام. 3 كيلو طماطم. هتجيبي 3 كيلو بطاطس، وهتجيبي ب 20 جنيه جوافه، هتبقى حوالي 3 كيلو 3 كيلو 4 كيلو كده. الطماطم ب 30، البطاطس ب 60. هتجيبي رمان ب 20. هتجيبي موز ب 45، 3 كيلو 3 كيلو موز ب 45. هتجيبي برتقان ب 20 برتقان. طبعا هي عروسه فلازم تملي لها التلاجة فاكهه وتحطي كذا نوع اللي ترصي في التربو. 2 كيلو بصل ب 50 جنيه. هتجيبي توم، جيبي توم ب 20 جنيه توم، تحطيهم في التربو كده من تحت مع البطاطس برضو بتحطيها في التربو من بره، وده هترصيهم كده. والفاكهه برضو ممكن تعملي لها طبق مشكل تحطيه على الرخامه في نفس اليوم، يعني في يوم الدخله بتاعها كده تعمليه وتصبي لها كوبايتين عصير او كوبايتين لبن وتسيبيهم يكونوا ايه على الرخامه كده جاهزين، والباقي تشيليه في التلاجة عشان الحاجه ما تبوظش. وبس كده، هو دي كل الحاجات اللي العروسه هتكون محتاجاها. انت مش محتاجه حاجه تاني، ضرفه الخزين والفريزر من فوق والتلاجة او الكام رف من التلاجة، وده باقي التلاجة من تحت مع التربو. بس كده الاكل ده هيقعد معاها كتير جدا يعني، وهيفيد كمان. هم نفرين يعني، كيلو البانيه اصلا ده لوحده ياكلهم 4 ايام. طبعا الظروف اليومين دول صعبه جدا، فدول اقصى حاجه انتوا ممكن تجيبيها، ما ينفعش تزودي اصلا عن كده، حرام الدنيا غاليه وكل حاجه. فانت ايه تلمي نفسك بقى ايه بالمبلغ ده. ميزانيه خزين العروسه دي الحاجات اللي هتحطيها في ظرفه الخزين، ودول في الفريزر من فوق، ودول التلاجة من تحت. بس كده العروسه مش هتكون محتاجه اي حاجه تانية في الخزين بتاعها. التكلفه دي كلها هتكلفك 4050 جنيه ماشي، يعني 4100 جنيه بمواصلاتك، انك اكيد مش هتجيبي كل ده وفي الاخر يعني مش هتركبي تاكسي، فانت معاكي 50 جنيه بقى مواصلاتك، تركبي تاكسي بتاع لو في فرق في الاسعار مثلا جنيه ولا 2 جنيه ولا حاجه تزوديها. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وربنا يتمم على خير يا رب ان شاء الله. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناه مامي دريم وكارما على اليوتيوب، ولو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات تحت وان شاء الله هرد عليكم. السلام عليكم.